في رحلتي للبحث عن درع فضي كان عندي تصوير روش قوي مع شويه شخصيات كلها روشه جدا. تعال احكي لكم النهارده، جاي احكي لكم عن اول تجربه ليا وعن اول مره اجرب اصور في مسرح في حياتي. هو صحيح حدث جديد بالنسبه لي، بس الاهم انه كان تحدي ان اطلع باحسن صوره ممكن. ده غير كمان الاخراج كله كان تحت مسؤوليتي لوحدي. الفكره كلها جت لمدرس صاحبي شاطر ودماغه كرييتيف شويه، جورجينو عماد. كلمني وقال لي ان انا في دماغي مسرحيه تتعرض لطلبه اعدادي، وتحديدا الصف الثالث الاعدادي، وان فيها شخصيات تاريخيه زي محمد علي واحمد عرابي ونابليون بونابرت. وهو مش بس كمان اعتمد عليا، هو اعتمد على شباب كتير معانا، منهم ممثلين في المسرح وشباب شاطر قوي كمان بعيدا عن التمثيل. يعني حد زي ميرنا اللي عملت المكياج لمحمد علي بشكل بالنسبه لي فيه احترافيه، وكمان بقلل الامكانيات. لا، وكمان بقلل الامكانيات قدرنا نعمل الشخصيات التاريخيه زي محمد علي ونابليون واحمد عرابي والسلطان العثماني. ولكن المشكله انها في بدايه اليوم واجهتني مشاكل كتير جدا. اولها ان الشباب طلعوا يعرفوا بعض، وده ادى مساحه كبيره جدا للهزار والضحك والكلام ده كله، وده في العادي ما بيحصلش. يا جدعان انا بتحدى المملوك محمد علي قائد قضاة المنصورة، لو قلت الجملة دي 10 مرات 100,000 جنيه، ولو ما قلتهاش هاخد مصر. هو كان بيعزم الناس على العشاء كتير. ما كانش فاضي ايه يحلق شعر ده. انت سبع دهب. خش تصور. بص يا محمد علي. بس يمكن عشان اول مره يتقابلوا من فتره طويله، فاداهم مساحه ان هم يهزروا ويخرجوا بره مود التصوير شويه، وده اللي كلفني انا بعد كده وقت. في الاول حاولت امنع الهزار ده واخليهم يركزوا في الشغل، ولكن للاسف ما عرفتش. بالرغم ان دي اول مشكله، الا ان هي ما كانتش اصعب مشكله بالنسبه لي، لحد ما اكتشفت ان في مشكله انا ما كنتش عامل حسابي عليه، وهو توزيع الاضاءه في المسرح. ده عشان زي ما قلت من شويه ان دي تاني مره ادخل فيها مسرح واول مره اصور فيه في حياتي. وانا بوزع الاضاءه كان عندي اكتر من اختيار في توزيع الاضاءه، زي مثلا اضاءه المسرح، ودي الاضاءه اللي موجوده جوه المسرح اللي المسرح نفسه بيوفرها لي، ودي كانت كفيله تنور المسرح كله، مش بس الاضاءه اللي انا كنت بدور عليها او اللي انا محتاجها. ودي برضو بيجي من وراها مشكله، ان مش دايما بتكون توزيع الاضاءه نفس التوزيعه اللي في دماغي، واللي هو صحيح المسرح متنور بس ما فيهوش العمق اللي انا بدور عليه. ومع تكمله المشاكل بتيجي هنا بقى تالت مشكله، وهي ازاي تنور المساحه دي كلها وهي عباره عن ستاره سوداء ضخمه جدا بلع اي نور موجود في المكان مهما كان قوته. وده في العادي في شغل السينما بيقدروا يعالجوه باكتر من مصدر نور بحكم التجهيزات اللي معاهم. قررت على اني هثبت النور ينزل من فوق بحيث ينور كل الشخصيات اللي معايا، وبعدين حاولت انور الستاره السوداء، ولكن فشلت بسبب ان الاضاءه اللي معايا كانت ضعيفه. حتى وقتها اتخانقت انا وعمر بسبب ان مفيش صوره وان الصوره شكلها ضعيف. يعني ايه في الفراغ؟ يعني حاسس ان انا في عالم اسود. تحفه فشيخ، يلا بينا. ايوه، وانا قائد القوات الفرنسيه. وبصراحه هو كان عنده حق، بس انا استندت على حاجه مهمه، وهو المحتوى اللي بنقدمه خيالي. اصلا ايه اللي هيجيب الشخصيات دي كلها مع بعض؟ وبرضه المحتوى كوميدي. فانا فكرت فيه وقتها ان هو مفيش داعي للجري ورا الكمال وان احنا نضغط نفسينا، خصوصا ان اللجان بتاعه الاوسكار ما بتدورش على المحتوى بتاعنا. المهم الحمد لله اتغلبت على المشاكل دي كلها. بعدين ظهرت لي مشكله اللي انا كنت بعاني منها من اول التصوير، ان احنا كان لازم نسيب المسرح ونمشي اكتر اقل من نص ساعه. عشان ميعادنا خلص، واحنا اصلا كنا بنقول بسم الله وبدانا اصلا شغل في التصوير. انا مؤسس مصر الحديثه. انت فلان اخلص خالص. انت فلان. يلا يا عم علاء ولي الدين اخلص. اكشن. انا مؤسس مصر الحديثه. وانا قائد. انا مؤسس مصر الحديثه. يا فوزدو تعالى 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 ناحيه اخوك محمد علي. انا مؤسس مصر الحديثه. بالله لا بالله، هو انت اكشن بتاعتي بتضحكك؟ بس برضه الحمد لله اليوم عدى وخلص التصوير. صحيح الماستر دفع فلوس زياده، بس مش مهم، المهم ان التصوير خلص. تجربه باين انها بسيطه، بس انا اتعلمت منها وحبيت اشاركها معاك. لعل وعسى يكون حد عنده مثلا تصوير بكره في المسرح ومحتاج ان اضيف له اي نصيحه ممكن نستفيد منها من الفيديو ده. طبعا لو وصلت هنا ما تنساش طبعا تعمل لايك، ولو اول مره تشوفنا فما تنساش تعمل سبسكرايب. ممكن تعمل شير لو الفيديو ده حاسس ان هو هيساعد حد من صحابك. بس كده كان معاكم عبد الرحمن محمود. ممكن تقول لي يا عبود. فيديو جديد في رحلتي للبحث عن اول 100,000 مشترك. سلام عليكم. انا مؤسس مصر الحديثة وانا قائد القوات الفرنسية وقائد
هجيب لك عصير ولا تعرف الحساب؟ بس عشان الكبير بتاعنا وصل عم الناس. مخدوم سيوخ. انا دي اللقطه الطويله بتاعتي. انت عربي اللي خدت ده انت بتاع الطواق. طيب انا مش عارف ايه اللي جمعكم انتم من الاربعه النهارده، بس للاسف انتم اللي عندهم في المكتب، ومن هنا تبدا الحين. وانا بمثل الشعب ولن نستعبد بعد اليوم. وانتوا بقى ما تعرفوش انا بقى مين. احنا فعلا ما نعرفش انت مين يا جدع. والله ولا انا. ايوه غير لهم اكشن دي. وانا بمثل الشعب المصري اني واحد منه والله العظيم ولا ايه ده. وانا بمثل الشعب المصري اني واحد منه والله العظيم لن نستعبد بعد اليوم. انتوا بقى ما تعرفوش انا بقى مين. ايه مش عارف. انت عبيط يا نابليون، بتكلمنا بالفرنساوي مفيش اي احترام للاشقيه، وبعدين ده كان لغه تانية اتنسى خلاص. لا يا شيخ، امال ايه المنشورات اللي انت كنت بتوزعها بالعربي دي؟ ولا كانك مولود في بحري. وبعدين مفيش اي احترام للعم عرابي، راجل تعليم مجاني ويسلي الفلاح الكادح. عندك عرابي راجل تعليم مجاني مسلي الفلاح الكادح اللي زي الفل. لقد خلقنا الله احرارا ولن نستعبد بعد اليوم. شغل فريسكو كرواسون. هو بيقول ايه الجدع ده؟ اقعد يا عرابي اقعد. انت تصدق نفسك ولا ايه؟ منه لله حفيد المايع اللي خلاك تعمل كده. ايوه كده رجاله وحدوا الناس. تشربوا ايه؟ 1 2 اكشن. انا عايز شاي زردة. يلا 1 2 يلا اكشن. فكك من جو الصناعيه ده عرابي. ماشي يا حلوه ماشي. فكك من الشغل الصناعيه ده عرابي. بعد كده بقى ايه واحده واحده. انا هقف فين؟ هقف هنا. نستبعد بعد اليوم. نستبعد بعد اليوم. ممكن نشيل الاصفر خالص دلوقتي معلش يا جدع. لازم نستبعد بعد اليوم. ايه قولي. وانا اكبر او الجمله ايه؟ وانا قائد القوات الفرنسيه وقائد اكبر حماده عسكريه في التاريخ. انت كملت ولا ايه؟ وانا قائد يلا بينا. حتى انا؟ لا هو ايه كويسه والله. وانا قائد القوات الفرنسيه وقائد اكبر حماده عسكريه تاني. وانا قائد القوات الفرنسيه وقائد اكبر حماده عسكريه في التاريخ. انت كملت ولا ايه؟ وانا بمثل الشعب المصري. طيب ابدأ وبلاش اكشن. ايوه يلا اكشن دي. ماشي خليك فارد ظهرك بس. يلا اكشن. وانا بمثل الشعب المصري اني واحد منه والله العظيم ولا ايه ده. 1 2 اكشن. وانا بمثل الشعب المصري اني واحد منه والله العظيم لن نستعبد بعد اليوم. حلو سليم. انا عبده بجد ان فعلا ما نعرفش انت مين. حلو قوي اخر مره عشان بس الفيديو طلع معايا. اكشن. انتوا بقى ما تعرفوش انا بقى مين. استنى انت كده شوفوا يا رجاله.